يا بابا مستحيل أعمل كده، دي جريمة في حق الإنسانة اللي حبيتها وما شفتش منها غير كل خير، وانت عارف إن ده أصلا ضد مبادئي من زمان. أبوه رد عليه وقال له: يا ابني افهم، هي لو عاشت النهاردة مش هتعيش بكرة. معقول قلبك ما وجعكش عليها؟ مش صعبانة عليك ومستخسر تريحها في آخر أيامها؟ ما تبقاش أناني يا فارس، أوقات الحياة هي اللي بتخطط لنا الطريق اللي لازم نمشيه، وانت يا ابني دلوقتي مسير مش مخير، ولازم تنفذ اللي بقولك عليه، وإلا والله هغضب عليك لآخر يوم في عمري. فارس عينه دمعت لأنه افتكر كل ذكرياته معاها، افتكر كل دقيقة عاشوها سوا. أصل الحب الأول مهما كان قاسي ومتعب لكن مستحيل القلب ينساه، وفارس حكايته معاها مستحيل تتنسي أبدا. بس معقول هيقدر ينفذ اللي أبوه عايزه منه؟ معقول هيقدر يجرح حبيبته؟ هيدوس على قلبها بالشكل القاسي ده؟ ازيكم يا أحلى عيلة في الدنيا، عيلة مروة عزام، يا رب تكونوا بألف خير. مش محتاجة أقول لكم وحشتوني، أكيد انتوا عارفين، بس هقول لكم إني جاية بقصة جامدة جدا بإذن الله هتعجبكم قوي. وبشكر طبعا كل فريق العمل على تعبهم، الكاتبة آية عادل، والفويس أوفر فاطمة سيد ومروة ماجد. ودلوقتي تعالوا بقى نسمع القصة ونشوف إيه حكاية فارس وحبيبته دي، ويا ترى أبوه عايز منه إيه ومخلي فارس متردد كده. أكيد متحمسين زيي، طب يلا مستنيين إيه؟ تعالوا نعرف كل تفاصيل الحكاية وإحنا بنسمعها مع بعض، يلا بينا. في يوم الضحك والفرحة مالوا حيطان بيت الحاج عوض أبو فارس. صوت العيلة كان عالي والكل فرحان ومستنيين فارس ومراته غدا يرجعوا من السفر اللي دام 5 سنين. الكل مستني يشوف مرات فارس اللي دايما بيتكلم عنها وبيحبها شكلها ايه. واخيرا جه فارس وكانت مراته ماسكة ايديه ومتحمسين جدا لأجواء العيلة. وفارس قرب من والده ووالدته وحضنهم بكى من الغربة ومن ذكريات مؤلمة كلهم مروا بيها سوا، وكلهم استقبلوا غادة بكل حب وخصوصا والدة فارس. نورتي بيتك ومطرحك يا مرات الغالي، أخيرا جيتوا وفرحتوا قلوبنا. قربي يا حسنية انت ونادين، تعالوا سلموا على غادة مرات فارس. دي بقى يا غادة خالتك حسنية مرات عم فارس، ودي نادين بنت عمه. أهلا وسهلا، أنا مبسوطة والله بمعرفتي بيكم. حسينة قربت من غادة وحضنتها واستقبلتها أحسن استقبال. أما نادين فسلامها كان بارد وباين عليها إنها مشغولة وعيونها كلها هموم وحزن. فارس قرب وسلم عليهم بمنتهى الهدوء وكلهم اتجمعوا على سفرة واحدة. وفي نهاية اليوم ندى أخت فارس قربت منه وقالت له: عشان خاطري يا فارس بلاش تبعد عننا تاني، البيت وحش من غيرك، وبعدين يا حبيبي أديك شايف غدا حبة المكان اهو واحنا كمان حبيناها، ايه لازمته بقى انكم تسكنوا في بيت تاني غير هنا؟ ما هو البيت كبير وكل شقق الحمد لله. يا ندى فهميني، غدا مصرية بس طول عمرها عايشة بره مع أهلها، واللي هي فيه ده مجرد انبهار هينتهي مع الوقت. أنا كنت ناوي أخليها زيارة لمدة شهر وبعدين نسافر تاني، لكن نقلوني لفرع الشركة اللي هنا ومضطر إن أفضل لحد ما أشوف بقى حل وارجع أسافر تاني. للدرجة دي مش عايز تعيش وسطينا؟ طب اسمع بقى الكلام اللي عمر ما حد فينا قالهولك عشان ما تشيلش الهم في الغربة. احنا طول فترة ال5 سنين دي كل مرة أبوك كان بيتعب كان قلبنا بيتقبض لأننا ملناش راجل يقف معانا من بعده. كنا بنخاف إنه بعد الشر يتوفى والغرب يشيله خشبته. كل موقف كان بيمر علينا وانت كبرنا من بعد أبوك كنا بنقول لو فارس هنا ما كانش كل ده حصل. حس شوية بينا وكفاية غضب أبوك عليك ال5 سنين اللي فاتوا. يا أخويا أنا بقولك كده عشان بحبك وعايزاك تراجع نفسك. وعلى العموم جرب، لو حسيت إن غدا مش مرتاحة وسطينا ابقى خد شقة برا. تصبح على خير. ندى قامت وسابت فارس محتار، يا ترى يفضل موجود في بيت العيلة ولا يطلع منه؟ ولما دخل يطمن على غادة لقاها قاعدة مستنياه وهي مبتسمة. طبعا عايز تعرف رأيي ايه في أهلك مش كده؟ عايزة أقولك إن حقيقي مبسوطة ومرتاحة قوي، وأختك ندى طلعت لذيذة جدا. على فكرة أنا ما عنديش مشكلة نفضل قاعدين هنا بدل ما نضيع فلوس في شقة جديدة بعيدة عنهم. طول الوقت بترتبي أفكاري وبحس إنك بتعرفي اللي هقوله قبل ما انطقه.
على العموم يا حبيبتي، لو في يوم حسيتي إنك عايزة تمشي من هنا أنا معاكي، ربنا يخليكي ليا. فارس قرر إنه يصلح علاقته بأهله، وسمع كلام أخته وقرب منهم وبدأ يتكلم معاهم في كل اللي فاتوا وهو بعيد عنهم. وكانت غادة محبوبة جدا من أخت جوزها وحماتها. وفي يوم والدة فارس وندى كانوا قاعدين مع غادة في ساعة صفا وبيتكلموا. قولي لي بقى يا غادة، إزاي اتعرفتي على فارس؟ وإيه اللي خلاكم تتمموا الجوازة من غير حضورنا؟ أقصد يعني إزاي أمنتوا إنكم تناسبوا شاب بطوله من غير أهله؟ وإيه لازمته بس الكلام ده يا ماما؟ معلش يا غادة، أصل ماما اللي في قلبها على لسانها. يا ندى أنا مش متضايقة، وطنط زي ماما بالظبط، وأنا فاهمة قصدها. هحكي لك يا طنط، أنا وفارس كنا جيران في السكن، وكان فارس مؤدب ومحترم جدا، وأخويا باسم طلع زميله في الشركة وعرفنا عليه وعزمه أكتر من مرة عندنا. بصراحة أنا وهو حبينا بعض، خصوصا إننا كنا بنراعيه يعني وكأننا نعرفه من سنين، وده اللي خلانا نقرب قوي من بعض. ولما فارس طلب إيدي من بابا وافق لسبب شخصي بينهم هما الاتنين. لحد دلوقتي أنا نفسي معرفوش. ندى وحماتها كانوا بيسمعوا كل كلمة هما مندمجين مع غادة، لكن فجأة الباب خبط وكانت نادين. وأول ما ندى فتحت، نادين أخدتها ودخلوا الأوضة يتكلموا، وفضلت غادة قاعدة مع حماتها. وفي أوضة ندى كانت نادين ساكتة وعمالة تبكي. ندى بصت لها بقلق. في إيه يا نادين مالك؟ طنط حسينة كويسة؟ الحمد لله يا كويسة، أنا اللي مش كويسة. ندى اللي محتاجاكي تيجي معايا ضروري، عشان هستلم نتيجة التحاليل وأشعاعات، وأنا خايفة أكون لوحدي. تحاليل وأشعاعات إيه؟ بلاش تخوفيني بالله عليكي، كل اللي يجيبه ربنا كويس، ما تقلقيش، حاجة بسيطة بإذن الله، شوية دوخة كده، فقلت أطمن. أنا طالعة أنام بقى، تصبحي على خير. طب ما تخليكي قاعدة معانا شوية، دي غدا طلعت سكر جدا. طبعا لازم تكون جميلة وسكر، أصل فارس ما يستحقش إنه ياخد غير كل حاجة حلوة. أنا طالعة يا ندى، بالله عليكي خليكي معايا بكرة. وخرجت نادين وبصت لمرات عمها وغادة ومشيت من غير ولا كلمة. وطريقة نادين خلت غادة تسألهم، هي نادين مالها من ساعة ما جيت وهي حزينة وعيونها مليانة دموع كده، إيه حكايتها؟ نادين دي حكايتها حكاية. اتجوزت من 5 سنين لشاب غني وزي القمر، اتجوزوا بسرعة وعمل لها فرح خرافي، لكن للأسف الحلو ما يكملش. طلع بيحب يتسلى بالبنات، واللي كانت بتمنع نفسها عنه كان بيدخل لها من السكة الحلال ويتجوزها 2-3 لحد ما يزهق منها ويرميها. وهو ده اللي حصل مع نادين، اللي خسرت كل حاجة عشان خاطره، لدرجة انها غيرت لبسها وقلعت الحجاب وبقت تروح معاه الديسكوهات عشان خاطر ترضيه وتبقى زي ما هو حابب وما يبصش لغيرها. لكن هو كان هدفه شيء واحد وبس، وهو انه ياخد منها كل حاجة حلوة فيها، مشاعرها وقلبها وحيويتها. وفي يوم لقى نفسه زهق منها وقرر انه يسيبها، وساب لها جواب بيقول لها فيه انتي طالق. ومش بس كده، ده باع الفيلا اللي كانت ساكنة فيها، ولقيت نفسها في الشارع في يوم وليلة، وبعت لها ورقة طلاقها. والله يرحمه عمي، أول ما عرف جات له جلطة وما قدرش يتحمل قهرته على بنته وتوفى. ومن يومها وهي ندمانة انها خسرت كل حاجة حلوة عشان انبهرت بالشكل الخارجي وما اهتمتش للجوهر. ادي يا ستي، ادي حكاية نادين. حقيقة الله يعينها ويعوضها خير، يعني هي كانت هتعرف منين يعني ان ده هيحصل؟ منه لله بقى اللي ضحك عليها. وتاني يوم ندى ونادين راحوا سوا عشان يستلموا النتيجة، وفضلوا منتظرين شوية. وهناك ندى صممت تعرف ايه اللي نادين مخبيها عنها، ونادين أخيرا اتكلمت وهي بتعيط. أنا من فترة طويلة وأنا بعاني من صداع شديد، لما كان بيجيلي كنت باخد مسكن وبعدي اليوم، لكن مع الوقت المسكن ما بقاش يأثر فيا، وبقى الألم غير محتمل لدرجة إني بقيت أقع من طولي. ولما رحت للدكتور قال لي إنه شاكك إن عندي ورم في المخ. أنا كنت خايفة عليها هي، ماما، مش هقدر أتحمل إني أكون السبب في وفاة بابا وكمان ماما. عشان كده بالله عليكي أيا كان اللي هتسمعيه في نتائج التحاليل أو الإشاعة يا ريت ما يطلعش لحد. ندى كانت بتسمعها وهي منهارة وماسكة ايديها ودموعها مش قادرة تتحكم فيهم. انت عارفة انك اكتر من اختي واننا مش مجرد ولاد عم، صح؟ ده احنا اقرب 2 لبعض.
مهما حصل بينا والله أقرب اتنين لبعض. بالله عليكي بلاش تقولي كده. وقتها مش طنط حسينة بس اللي هيجرى لها حاجة، ده أنا اللي مش هستحملها فيكي يا نادين والله. نادين وندى حضنوا بعض وهم قلوبهم موجوعة وجسمهم بيتنفض من الخوف. ومرت الدقايق كأنها سنين، وأول لما استلموا النتيجة دخلوا للدكتورة اللي في المعمل عشان تطمنهم. اسمعي يا نادين، طبعا انتي مؤمنة بقضاء الله، ومهما كان الابتلاء كبير فالله أكبر، وافتكري إن الأمل موجود دايما، وربنا كبير وقادر يشفيكي. انتي للأسف عندك ورم في المرحلة الأخيرة. نادين كانت دموعها بتنزل وندى كانت في قمة الصدمة. يعني مفيش أي علاج يا دكتورة أو أي عملية؟ إحنا ممكن نعمل أي حاجة بس تخف. الحل هو الدعاء، ودي شوية أدوية تمشي عليها لعل وعسى تتحسن، وياريت تخلوها دايما مبسوطة، واللي تطلبه تنفذوه، أهم شيء نفسيتها وتكون مرتاحة على طول. ومشيت ندى هي ونادين وهم تايهين مش عارفين خطويهم هتوديهم فين. ونادين قعدت على الرصيف وقالت: أنا بحب فارس قوي يا ندى، ما تستغربيش، رغم كل اللي حصل بينا زمان لكن ما قدرتش أنساه. أنا قلبي وجعني أكتر من الورم اللي بياكل دماغي كل دقيقة والتانية. فكرة إني أشوف فارس في حضن واحدة غيري تعباني قوي يا ندى قوي. يعني وهو مين اللي ضيع فارس من إيديه زمان يا نادين؟ مش انتي اللي عرفتي عليه هاشم وانتوا مخطوبين، وكنتي كل يوم والتاني تتخانقي معاه وتأجلي جوازكم، وكنتي كل يومين تقابلي هاشم لحد ما فارس شافكم صدفة. نادين بكت ورجعت بالزمن أكتر من 5 سنين، وافتكرت اليوم اللي كانت قاعدة فيه مع هاشم في كافيه وبيضحكوا سوا، وفجأة فارس وقف قصادهم وقال: انتي بتعملي ايه هنا؟ ومين ده يا نادين؟ هو انت مالك؟ انت مش واصي عليا، وطي صوتك، احنا في مكان عام، اوعى ايدك كده. هو ده فارس ابن عمك يا نادين؟ لطيف قوي. فارس اتعصب وقتها واتخانق مع هاشم، وحصلت مشكلة كبيرة في المكان، وراحوا كلهم القسم، وهناك هاشم قال قصاد الضابط: أنا مش هتنازل عن حقي، ومش هرتاح غير لما بايت البني آدم ده في الحجز. يا أستاذ، أنا كل ده مش عايز أكبر المواضيع وأعمل محضر، اعمل حساب إن الموضوع في بنت وسمعتها أكيد تهمك. وفي الوقت ده عوض والد فارس ونعيم ووالد نادين وصلوا القسم، ولما عرفوا اللي حصل بقى نعيم مش قادر يرفع عينيه في عين أخوه وكمان ابن أخوه، وطلب من الضابط إن الموضوع يخلص ودي. ونعيم قرب من هاشم وقال له: بالله عليك يا ابني عدي الموضوع ده، وحقك علينا، أديك شايف الوضع مش مستحمل شوشرة. هاشم بصله بكل عجرفة وبكل جراءة، بص لنادين وقال لها: عشان خاطرك انت ووالدك يا نادين أنا هسكت وهقفل الموضوع. ولما خرجوا من القسم كان فارس مصدوم من اللي بيحصل، وسكت طول الطريق لحد ما وصلوا البيت، والكل كان متجمع. وفارس قرب من نادين وقال لها: بقى هو ده اللي اتغيرت عليا عشانه؟ ليه تعملي فيا كده؟ ومين ده؟ وعرفتيه امتى وازاي؟ بصراحة بقى أنا ما بقتش حاسة ناحيتك بأي مشاعر، ومش مرتاحة لعلاقتنا، وحاسة إنها هتنهار لو اتجوزنا. خلينا ولاد عم واخوات أحسن، عشان خاطري خلينا اخوات. امسك شبكتك اهي، وكل شيء اسمه ونصيب. فارس لأول مرة دموعه تنزل قصاد الكل، ورمى الشبكة على الأرض وساب البيت ونزل، وجريت وراه والدته وأخته. عوض قرب من نادين بنت أخوه وقال: ليه يا بنتي؟ ده أنا بعتبرك بنتي، وعمري ما كنت أتخيل إن وجع ابني هيجي على إيدك انتي. ده أنا قلبي كان مرتاح إنك هتبقي مرات ابني، وقلت إن انتي أنسب واحدة وهتعرفي تصونيه لأنك متربية وسطينا. شربت الغدر ده من مين يا بنت أخويا؟ نادين ما قدرتش تستحمل كلام عمها وسابته ودخلت أوضتها. وفي خلال 2 شهر كانت اتجوزت هاشم اللي جه وطلب إيديها، ووالدها ووالدتها وافقوا. ولما عوض عرف قرر إنه يحضر الفرح ويبقى شاهد على عقد الجواز، ورفض ياخد موقف تقديرا لابنه، ووقف مع أخوه بنت أخوه. كانت نادين بتفتكر وهي ندمانة وحزينة. ندى بصت لها بحزن: سرحتي في إيه؟ تعالي نروح طيب. نادين وندى روحوا البيت، وكان باين على ملامح ندى الحزن والصدمة. ولما والدتها قربت منها وسألتها ما قدرتش تخبي دموعها، وحضنتها وقالت لها على كل حاجة. والموضوع وصل لعوض والد فارس، وأول ما عرف طلب إنها تنزل تتكلم معاه بعيد عن والدتها اللي كانوا مخبيين عنها. ولما شافها بكى.
كسرتي ظهري يا نادين، كسرتي ظهري يا بنتي. قلبي موجوع عليكي، ونفسي يكون بإيدي أي حاجة أعملها لك، بس أوعدك إني من بكرة هاخدك وألف بيكي على كل الدكاترة، وبأمر الله هتخفي. يا عمي خلاص، ما عادش في فايدة. أنا نفسي تسامحني على كل اللي حصل مني زمان، ونفسي تخلي فارس يسامحني. عمي أنا طالبة منكم آخر طلب ليا، عشان خاطري خلي فارس يتجوزني. نفسي أموت وأنا على ذمته، مش عايزة أبقى لوحدي. أنا زمان غلطت وندمت، والله ندمت. نفسي لما أمشي أبقى مصلحة أكبر غلطة ارتكبتها في حقي أنا وفارس. بس انت عارفة إنه متجوز، ومستحيل مراته تسمح له إنه يتجوز عليها. مش لازم مراته تعرف، أنا مش جاية أشاركها فيه. أنا جاية أعيش معاه بكل هدوء آخر أيامي، ومهما أيامي طولت فهي هتبقى قصيرة. أنا عارفة. على العموم أحاول يا عمي، أنا متأكدة إنك مش هتخليني أمشي من الدنيا، وأنا نفسي في حاجة. طب يا بنتي، نشوف الموضوع ده بعدين. المهم دلوقتي نروح لدكتور كبير ونبدأ علاج فورا. أنا مش هتعالج ولا هروح لدكاترة غير لو فارس اتجوزني، عن إذنك. وطلعت نادين شقتها وهي بتحاول تمشي بالعافية، وعوض ومراته كانوا بيفكروا سوا يا ترى المفروض يعملوا إيه، وإزاي يتكلموا مع فارس في موضوع زي ده. يا عوض، أنا البت دي وجع قلبي قوي، وفي نفس الوقت غادة ما تستاهلش إن احنا نضحي بها عشان خاطر نادين. أنا محتارة، هنعمل إيه يا عوض؟ أنت ساكت ليه؟ والله يا فوزية، أنا مستحيل أزعل أخويا في تربته، وبما إن نادين حالتها ميؤوس منها، والطلب ده هو اللي هيسعدها في آخر أيامها، أنا مش هتأخر عنه وهتكلم مع فارس. أيوة، لازم أتكلم معاه. البت موقفة علاجها على موافقته. وفارس لما جه من الشغل وطلع شقته اللي في بيت العيلة، لاحظ إن باب شقة نادين اتفتح واتقفل بالراحة كالعادة، لكنه تجاهلها وطلع لغادة اللي كانت بتحتفل بعيد جوازهم في شقتها بمنتهى الهدوء. وأول ما فارس دخل لقاها مستقبلاه بكل حب. كل سنة وإحنا مع بعض يا حبيبي، النهاردة بقالنا 4 سنين متجوزين، أنا أسعد واحدة في الدنيا طول ما إحنا سوا. وأنا والله محظوظ بيكي، ولو عشت طول العمر وأنا باصصلك كده أحتاج عمر في عمري. أنا لولا إني قابلتك وخطفتي قلبي كان مستحيل أبقى لحد غيرك. انت جيتي خليتيني أنسى كل اللي فات من حياتي وأعيش جنبك في راحة. بس قوليلي، عملتي كل ده إزاي من غير ما حد يحس بيكي؟ بصراحة أنا حبيت إن عيد جوازنا يكون بينا إحنا الاتنين زي كل سنة. نزلت جبت التورتة والزينة وكمان الهدية دي من غير ما حد يشوفني. وبيني وبينك أهلك ناس محترمين ومقدرين خصوصيتنا. تعال نطفي الشمع. ثواني، موبايلي بيرن. ده بابا. أيوة يا بابا. مال صوتك؟ حضرتك كويس؟ أنا فوق في شقتي. طيب هنزل حالا. حاضر، سلام. ماله عمو؟ في حاجة ولا إيه؟ تحب أنزل معاك؟ لا لا لا، هو قال إنه عايز يتكلم معايا لوحدنا، بس صوته مش مريحني. على العموم هنزل أشوفه بسرعة وهطلع. ولما نزل فارس لقى والده قاعد سرحان في البلكونة. قلق من شكله جدا. مالك يا بابا؟ قلقتني. اسمع يا ابني، انت من ساعة ما جيت وانا وانت بنجاهد اننا نقرب من بعض اكتر من زمان. انا عارف اني ياما جيت عليك، بس صدقني كل مرة كان بيكون ليا نظرة، وعز عليا ان اقولك اللي هقوله دلوقتي. في ايه يا بابا؟ أرجوك اتكلم على طول. نادين بنت عمك مريضة، وايامها في الدنيا بقت معدودة، وان الاوان انك تسامحها يا ابني. سامحها في اللي فات ونفتح صفحة جديدة. لا حول ولا قوة إلا بالله. الأعمار بيد الله يا بابا، وبأمر الله ربنا يشفيها. ولو على اللي حصل زمان فده أنا بعتبره حاليا لعب عيال، والحمد لله إننا سيبنا بعض، لأن حقيقي ربنا عوضني بأحن وأجمل إنسانة من بعدها. نسيتني أي حاجة قديمة. ولو حضرتك بتقولي كده عشان أكون معاها في أي مشاوير للدكتور أو إني أقول لها ألف سلامة، أحب أطمنك إني أكيد هكون جنبها لو احتاجت مني أي حاجة. يا ابني افهم، نادين محتاجة لك، محتاجة تكون جنبها وتعيشوا سوا اللي اتحرمتوا منه زمان. أنا عايزك تتجوز نادين في آخر أيامها، ما هو مستحيل تسيبها وهي في أمس الحاجة ليك. دي مش أصول يا فارس. حضرتك بتقولي يا بابا؟ أكيد بتهزر، ما هو مستحيل الكلام ده يكون بجد. حضرتك عايزني أتجدعم معاها في إني أتجوزها عشان الأصول؟ يا بابا أنا راجل متجوز وبحب مراتي، أنا مستحيل أعمل فيها كده وأجرحها. وعشان مين؟
عشان إنسانة بعتني زمان؟ يا بابا أنا مسامح بس مش ناسي، وحتى لو نسيت فمراتي بالنسبة لي كل حياتي، وأنا مستحيل أوجعها عشان أي حد مهما كان هو مين. طب اسمع يا فارس، إذا كنت أنت مش ناسي اللي فات فأنا نسيته واعتبرته ما حصلش. وبنت أخويا ضعيفة، ولو عاشت النهاردة مش هتعيش بكرة. ولو خيروني بين أي حد غريب واللي مني فأنا هختار اللي مني، اللي هي نادين. ورضايا عنك يا فارس مرتبط بجوازك من نادين، اللي كل طلبها في الدنيا إنها تكون جنبك في آخر أيامها. البت رافضة تتعالج غير وهي على ذمتك، ولو على غادة فمحدش هيقول لها حاجة. واعتبر وجودك جنب بنت عمك عمل إنساني. فكر يا فارس، بس يا ريت تبلغني ردك وبسرعة. فارس طلع شقته وهو متعصب وحزين، وحاول يداري همه عن مراته ويحتفلوا بعيد جوازهم سوا. وتاني يوم فارس وهو نازل الشغل لقى حسينة مرات عمه بتصوت وبتقول: حد يلحقنا يا ناس، بنتي بتروح مني. قومي يا نادين، قومي يا حبة عين أمك. ولغاية هنا هتكون خلصت حلقة النهاردة، ويا رب تكون عجبتكم. ولو عايزين تعرفوا ايه اللي حصل لنادين وباقي الأحداث يبقى لازم تستنوني في الجزء التاني.